بيبدأ المسلسل ببطلتنا موهي اللي بتكون ممثلة وهي بتتسلق على طريق طويل، وبنعرف إن ده آخر يوم تصوير ليها في برنامج بتصوره مع ممثل ياباني اسمه هيرو. وبنعرف إنهم علشان يتواصلوا سوا بيكون عن طريق المترجم جو، لأنه بيترجم لكل واحد فيهم كلام التاني. وبعد ما موهي بتوصل للقمة بيجي هيرو وبياخدها من إيديها بعيد شوية، يفضل يقول لها إنها جميلة، وبيكون جو اللي بيترجم كل الكلام ده. لكن مرة واحدة هيرو بيعترف لها بإعجابه، وساعتها جو مش بيعرف ينطق بولا كلمة ولا يترجم، ولكن هيرو بيعيد كلامه تاني لحد ما جو بيترجمه، وموهي بتتصدم قوي. عشان نعرف هما اتصدموا كده ليه تعالوا نرجع سنة لورا. بنعرف ان بطلنا جو كان بيروح دايما اليابان علشان يساعد كاتب اسمه كيم، وهو كان يعرفه شخصيا وكان بيترجم له في كل لقاءاته لما كان بينزل كتب جديدة علاقتهم بتكون قريبة قوي. وساعتها كيم بيطلب منه انه محتاجه الاسبوع الجاي علشان يترجم له. جو بيرفض بأدب وبيقول له انه مسافر اسبانيا وهيطول شوية علشان عنده شغل، وبيسيبه وبيقول له انه عنده ميعاد. طريق بقى بنشوف موهي اللي بتكون في نفس الاماكن مع جو، لكن محدش فيهم بيعرف التاني. بتكون موهي بتدور على مطعم اسمه مومو، وفعلا بتوصل للمطعم ده وبتبدأ تترجم لصاحبة المطعم ببرنامج، وبالصدفة برضه بيكون جو في نفس المطعم ده بيقعد جنبها، لكنها بتفتكره صيني انه كان بيقرأ مجلة بالصيني كده. وبتفضل تجرب برنامج الترجمة وبتقول شتايم بالكوري لحد ما بتكتشف انه كوري، وبتقول له انه كان بيتصنت عليها وانه عامل نفسه صيني، لكنه بيوضح لها انه بيعرف يتكلم صيني وياباني وفرنساوي وايطالي. وقتها بيكون في طفل ايطالي بيجيله حساسية رهيبة، وفعلا جو بيقدر يتواصل مع اهله ويساعدهم في ساعتها، تقول له انها هتخلي بالها من حاجته عقبال ما يروحوا يساعدهم. بتيجي بقى تقابله علشان ترجع له حاجته، بتطلب منه انه يساعدها علشان تتواصل مع حبيبها يوجين، وبتكون فاكراه مرتبط بصاحبة المطعم لحد ما بتروح وبتلاقي بنت تانية، وبتكون حامل في الشهر السابع وبتعرف ان دي حبيبة يوجين. فبتتصدم قوي لانه انفصل عنها من 3 شهور بس، وبتطلع بره، لكن البنت دي بتطلب من جو يوصل لموهي رسالة. فعلا بيطلع وراها وبيقول لها ان ابو الطفل مش يوجين وابوه هو جوز البنت القديم. قالت له ان يوجين لو لسه بيحب موهي هي مستعدة تسيبه عادي، فبتكون عاوزة ترجع لها وتتخانق معاها، لكنه بيرفض وبيقول لها تستخدم حاجة العالم كله بيفهمها زي ما انتوا شايفين كده. بتقول له ان دي قصة حبها وانها عاوزة تخلصها بكرامتها، وبتطلب منه لاخر مرة يساعدها. وفعلا بيرجعوا للبنت وبتعرف انه كان بيخونها معاها من زمان، يعني ما ارتبطش بيها لما انفصلوا. البنت بتقول لها انا كنت مرتبطة بيه اصلا من ايام الجامعة، لكن واحدة تانية من غير اهله وحيدة سرقت قلبه وهو اتعاطف معاها مش اكتر. تكون هنا قصدها على موهي، وبتقول انها ما عندهاش كرامة علشان جت هنا بعد ما عرفت انه خانها. وبيكون جو مترجمش اي كلمة من اللي البنت قالتهم. موهي بتكون فاهمة يعني انها بتهينها، فبتقول له ما يترجمش اي كلمة لانها هتعيط خلاص ومش عاوزة شكلها يكون وحش قدام البنت دي. يحضنها وبيقول للبنت ان هم كانوش جايين علشان اي حاجة من الكلام ده، لكن هم مرتبطين وفي رحلة سوا وكانوا جايين يجيبوا هدية. وبيمسك ايدها وبيمشوا، وموهي مش بتسكت وبتستعمل نصيحته في الاول. بيطلعوا وبتشكره وبتمشي، لكن بعدها بتكتشف انه نسى موبايله معاها، وبترجع تديهوله بسرعة. وبتكون الست اللي هو ساعد ابنها عاوزة تشكره، وبتقوله انهم كانوا حاجزين مطعم لشخصين، فبتطلب منه يروح لانهم مش هيعرفوا يروحوا اصلا، هدية ليه يعني. وبتكون فكرت ان موهي حبيبته وبتقوله ياخدها معاه. يوافق فعلا وبيعرض على موهي تتعشى معاه وبيقول لها اللي حصل، بس العشاء بيكون الساعة 7، فبيقترح عليها يفضلوا سوا لحد ميعاد العشاء. ففعلا بيبدأوا يتمشوا سوا، وبتقوله انها ممثلة لكنها مش مشهورة قوي، تطلب منه يتابع حسابها على انستجرام، بس هو بيقول لها انه في المستقبل هتكون مشهورة والناس هيبدأوا يدوروا على حسابه وهو مش ناقص مشاكل. وبيحكي لها عن بنت كان بيحبها زمان وان النهارده عيد ميلادها، هي مرتبطة بشخص تاني دلوقتي. وبعدها بيقوموا علشان يدوروا على المطعم وبيكونوا تايهين خالص لحد ما بيتراهنوا على اي طريق هيمشوا منه، لان كل واحد بيكون عاوز يمشي في ناحية مختلفة. وفعلا موهي بتسأل شوية شباب وبيطلع الطريق اللي هي قالت عليه هو اللي صح. لكن في الوقت ده جو بيكون جاله اتصال من حبيب جي اللي بتكون البنت اللي حبها زمان، وبيقول له انهم اتخانقوا وانها في اليابان دلوقتي وبيطلب منه يدور عليها. وهي بتقول له يغتنم الفرصة ويروح لها، وأول ما القطر بيعدي بتلاقيه اختفى، وهو فعلا بيكون راح لها يجري لحد ما بيوصل لها، لكن بيلاقي حبيبها بيرن عليه
خايف مش بيقابلها. وقت بقى بنلاقي ان موهي بتمثل اول دور بطولة ليها، لكنه بيكون غريب شوية لانه المفروض فيلم رعب بس شكله كوميدي. هي بتحاول تقنع نفسها انه تمام يعني وهتنجح، عندها مشهد صعب قوي وانها هتقع من فوق مبنى وبتعمله فعلا، لكن المصيبة ان الحبل بيتفك وبتقع فعلا من فوق المبنى ده، وبتفكر ان كده خلاص حياتها انتهت، وبتدخل في غيبوبة ومش بتفوق منها غير بعد 6 شهور. وبنعرف ان الفيلم نجح جدا وكل الناس فرحوا لما سمعوا خبر انها فاقت وبقت ممثلة مشهورة جو نفسه. وبنعرف اصلا ان جو كان تابعها فعلا في اليوم اللي كانت بتصور فيه الفيلم ده، وبعت لها رسالة، لكن للأسف كانت حصلت الحادثة. بعد ما بتفوق بقى بتبدأ تشوف متابعينها وراحت برنامج، وبتكون لسه مش مصدقة انها نجحت وبقى عندها 10 مليون متابع بعد ما كانت بتحلم توصل ل10 تلاف. الوقت ده بيكون جو في بيته اللي ورثه من جد أمه، وبيلاقي ان كيم كل شوية يجيب ناس فيه، وبيكون متضايق قوي من الموضوع ده، وبيكون عاوز يبيع الكتب والحاجات الكتير اللي في البيت او يبعتها لمامته، لكن مامته مش بتكون في كوريا. فكيم بيقترح عليه انه يتجوز لان مامته ما نزلتش كوريا غير في جنازة ابوها، واكيد هتنزل لو ابنها اتجوز. فبيقول له هجيب عروسة منين يعني؟ فكيم بيعرف ان في ناس كتير من معارفه مفكرين انه مرتبط بالممثلة موهي، وده بسبب انها كانت منزلة بوست فيه صورته وهم سوا في اليابان. فعلا في ليلة راس السنة وهو مع اصحابه بيكون الكل بيسأله اذا كان مرتبط بيها وانه الشخص اللي في الصورة، لكنه بينفي كل ده. مع الوقت بقى شهرة موهي كانت بتزيد قوي وبيكون عندها مقابلة بالانجليزي، لكنها بتكون مش بتعرف تتكلم انجليزي، فبيجيبوا مترجم، وعلى حظها المترجم ده بيكون جو بنفسه، وبتفرح قوي لما بتشوفه تاني. وفي المقابلة بيسألوها عن الشخص اللي كانت منزلاه في الصورة واذا كان في علاقة بينهم، لكنها بتقول لهم انه شخص قابلته صدفة في اليابان وعرفها عنوان كانت عاوزة تروحه، بس انها مش عارفاه ولا اي حاجة، وقالت انه كان جذاب وحرك مشاعرها شوية الصراحة. وكل ده وجوب نفسه هو اللي بيترجم كلامها. بعد المقابلة بيروح علشان يقابلها وبيركب معاها العربية، وبيقول لها انه كان قاصد يكون هو المترجم. طلب من صاحبه واسطة لانه كان عاوز يطلب منها طلب، بس المشكلة انها بتوصل المكان اللي هي رايحة له جدول الشغل بتاعها كان مشغول قوي، وبتطلب منه لو عاوز يستناها هي تخلص بعد ساعتين. بيخش جوه يستناها، لكنه بيسمع من سماعات المساعد بتاعها عمالة تمدحه وبتقول انه وسيم وحرك مشاعرها، وبيتأثر وبيتكسف قوي. قابلتها بقى بيفضل يتفرج عليها لحد ما بتخلص، وبيسأل عنها فبيقولوا له انها مشت، فبيتصدم لحد ما بيلاقيها متنكرة وجاية من وراه خدته ومشت بسرعة، وبتقول له يروحوا ياكلوا في حتة تعويض عن يوم اليابان. ففعلا بيوافق وبيديها الشال بتاعه علشان تدفي رقبتها لان الجاكيت بتاعها كان خفيف قوي. مطعم بقى بيطلب منها تمسح الصورة اللي نزلتها ليه في اليابان، بس هي بتقوله انها لو مسحتها هيشكوا انهم كانوا مرتبطين فعلا. فبيقتنع بكلامها وبتعرف منه انه يوم ما سابها ما قابلش البنت اللي بيحبها اصلا. هما مروحين بقى بيمدلها ايده، فبتفكر انه هيمسك ايدها زي الهبله، بس بيطلع عاوز الشال بتاعه فديهوله بسرعه وهي مكسوفه. وبعد ما بيمشي بتعرف من المساعد بتاعها ان جو كان بيجي على طول يزورها وهي في الغيبوبه، وان المساعد اصلا كان مفكره صاحبها القريب ولا حاجه. في نفس الوقت ده جو كان في البيت وبيفتكر الهديه من البنت اللي حبها ولما اديته ميداليه، وتاني مره لما شافها صدفه تاني اكتشف ان هي حبيبه صاحبه. تاني يوم بقى وموهي مع مساعدها بتطلب منه يعرف البنت اللي جو حبها، وبتقول له ميعاد عيد ميلادها اللي بيكون 8 ابريل. ده جو كان بيبعت لمساعدها رساله وبيقول له انه عاوز موهي تمسح الصوره، ففعلا بتمسحها وبتفضل تفكر فيه بالليل لانها قرأت الرسائل اللي كان باعتها للمساعد بتاعها وهي في غيبوبة ولما كان بيطمن عليها. قرر تتصل بيه ولما بيرد بتقوله انها مسحت الصورة، لكن مساعدها الغبي بيقول بصوت عالي قوي انه لقى البنت اللي عيد ميلادها يوم 8 ابريل وان اسمها جي، وقال كل معلوماتها حرفيا. وجو سمع كل ده فبتروح له علشان تبرر له بسرعة، وبتقوله انها بس فضولية وعاوزة تعرف القصة كلها زي ما هو كان فضولي يزورها في المستشفى. فبيوافق يقول لها القصة لكن عنده في البيت لانها كانت بردانة وهو اخد باله يعني ان هي بترتعش. ولما بتخش بتنبهر بالبيت لانه كبير قوي، فبيقول لها انه وارثه من جد مامته لانه عارف يعني انها فضولية ومش هتسكت غير لما تعرف. وبيحكي لها قصته مع جي وانها ما تعرفش اصلا انه بيحبها، وانه كان بيروح المكان ده كل سنة في نفس اليوم اللي هو يوم عيد ميلادها.
سألوا يعني لو كنا رحنا المطعم سوا يومها هل علاقتنا كانت ممكن تتغير؟ فقال لها لأ، وإنه علاقتهم هتفضل زي كده عادي جدا. فمن الإحراج يعني بتقول له أنا بس بسأل عشان لو عندك أوهام إنك ممكن تكون بتحبني أو عاوز ترتبط بيا مش هينفع. فبيقول لها الجملة المعتادة وإنه مستحيل يطلب منها أبدا إنهم يرتبطوا، بيعتذر لو سبب لها أي سوء تفاهم. فبتسأله إذا كانوا مش هيتقابلوا تاني، فبيقول لها لكن هو هيشجعها من بعيد. وبعد ما بتطلع بنعرف إنها معجبة بيه بس هتحاول تتخلص من مشاعرها دي. فترة بنشوفها في حفلة كبيرة على ريد كاربت، لكنها تتخيل فجأة شخصيتها في الفيلم وبتكون هتقع، لكن ممثل ياباني اسمه هيرو بيلحقها وكل الناس بتصورهم وهم بيمشوا سوا. بعد كده بنشوف جو اللي بيكون ماشي في طرقة فندق كده، لكنه بيلاقي موهي على الأرض وعمالة تعيط وبتقوله إن شكل احتفالها مش هيكمل زي ما هي عاوزة. مكان تاني منتجين برنامج رومانسي بيدوروا على ممثلة تشتغل مع هيرو. لما بيشوفوا الفيديو بتاع هيرو وهو بيلحق موهي بيقرروا ان هما الاتنين هيكونوا كويسين قوي مع بعض. بنرجع بقى لجو اللي بياخد موهي لدكتور يعرفه، وموهي بتحكي له ان المساعد بتاعها شافه في الفندق اللي هما قاعدين فيه وده اللي خلاها تعرف تروح له. بعد ما بيدخلوا للدكتور موهي بتقوله انها عاوزة دواء للقلق، وبتقوله انها دايما بتشوف شخصيتها في فيلم الرعب اللي هي مثلته، وبتحكي انه حصلت حادثة كبيرة وهي صغيرة واهلها ماتوا بس هي مش فاكرة اي حاجة من الحادثة دي. فلاش باك بقى بيورينا لما موهي كانت في المستشفى وقرايبها جم وقالوا انها قطعت علاقتها بيهم، انهم مش عاوزين يتواصلوا معاها تاني، وجو كان شايف كل ده. رجع للحاضر بقى والدكتور بيديها حبوب وبيقول لها تعمل تحاليل لما ترجع كوريا، وجو بيقول لها تهتم بنفسها وما تشربش في الحفلة اللي هي رايحاها بالليل. بعد كده موهي بتروح الحفلة وبتقابل هيرو هناك اللي كان فاكرها هتشكره بقى وكده على الموقف اللي هو عمله، لكنها ما عملتش كده. بعد كده بنشوف منتجين البرنامج الرومانسي وهما بيتواصلوا مع جو علشان يشتغل مترجم للبرنامج، لانهم هيسافروا في اماكن مختلفة وهو عارف لغات كتير. جو بيتفاجئ لما بيعرف ان جي هي اللي رشحته للمنتجين. بقى حبيب جي بيقابل جو بيخرجوا يتعشوا سوا، وحبيبها بيشرب كتير قوي وبيقول لجو انه ناوي يتجوز جي الشهر الجاي. اما جي بتيجي علشان تاخد حبيبها لانه شرب كتير بتسأل جو عن شغل الترجمة، بيقرر يوافق علشان يتجنب انه يحضر الفرح بتاعها. في الاستوديو بتاع البرنامج بيكتشف ان موهي هي البطلة الرئيسية للبرنامج، وفي اول مقابلة ليها في البرنامج بتتخيل شخصيتها في الفيلم تاني، تفقد ثقتها وما بتعرفش تجاوب كويس. بريك بقى المساعد بتاعها بيقول لها ان جو هنا وان ده بسبب ان جي طلبت منه. موهي وجو بيقعدوا يتكلموا لوحدهم، وهي بتقول له انها عملت التحاليل وكانت تمام بس هي لسه بتتخيل شخصيتها في الفيلم برضه. جو بيقول لها انها مش بتهتم بنفسها وهي بتكلمه عن جي جابت له فرصة للشغل في البرنامج، فضلوا يعايروا بعض يعني. وبيقول لها انه اصلا جه البرنامج دوت علشان يتجنب فرح جي وبس، يتكلموا اذا هيقدروا يشتغلوا مع بعض بالشكل ده وهم عارفين حاجات كتير قوي عن بعض. بس في الاخر جو بيوافق وبيمشي. فبيخرج موهي بتركب الاسانسير وبتتخيل شخصيتها في الفيلم تاني، شخصيتها بتضايقها وموهي بتفضل تصرخ. الاسانسير بيتفتح وكل الناس اللي شغاله في البرنامج بيشوفوها وهي بتصرخ، تحاول تمثل انها عاديه وبعدين بتقول للمساعد بتاعها انهم يسيبوا المكان. بيت بقى كيم وجو بيلاقوا صوره لعيله جو، وبنعرف ان حبيب جي هو اخوه اصلا بس من ام تانية. ساعتها كيم بيسأل عن موهي وبيقول لجو ان كلامه معاها ممكن يكون ساعات قاسي قوي. بقى موهي بتحاول تصلح الموقف وبتقابل جو في مطعم وبيتأسفوا لبعض على الكلام القاسي اللي قالوه لبعض، وبتقول له ان منتجين البرنامج ما تواصلوش معاها وبيزعلوا هما الاتنين انهم مش هيشوفوا كده الشفق القطبي اللي كان جزء من البرنامج. بعدين مساعد موهي بيتصل عليها وبيقول لها انها اتقبلت في البرنامج، توتر انها ممكن تقلق ساعة التصوير بس بتعرف ان جو غالبا هيقدر يساعدها وبتكون فرحانة قوي وبتطلب منه يتفرجوا سوا على الشفق القطبي. بتبدأ المقابلات بقى لهيرو وموهي اللي بيكتشفوا فيها هم هيسافروا مع مين خلال البرنامج. موهي بتتفاجئ لما بتعرف ان هيرو هو اللي معاها، لكن هيرو بيكون زي متضايق ومنفعل شوية. وبتكون أول محطة للبرنامج في كندا، والممثلين وكل فريق الشغل بيستقروا في الفندق. وموهي بتكتشف ان هيرو هو اللي مسكها لما وقعت على الريد كاربت لانها ما كانتش تعرف، وبتسأل المساعد بتاعها عن جو فبيقول لها تركز مع هيرو احسن بدل جو. في الوقت ده بيكون هيرو مش متحمس خالص انه يشتغل مع موهي، بس المنتج كيم بيقنعه يكمل بمساعدة جو كمان، لكنه بيطلب من جو انه يخلي الموضوع ده سر. في المقابل بيطلب ان الفريق ينادي موهي باسمها الحقيقي مش باسم شخصيتها في فيلم الرعب. بعد كده جو بيروح اوضته في الفندق اللي بيشاركها مع مساعد موهي وبيسأله اذا
إذا كانت موهي معجبة بهيرو، فبيقول له إنها معجبة بيه فعلا وفي إعجاب متبادل. فبيتضايق، وبعد كده مساعد موهي بيروح ينقل لها كل الكلام ده. موهي بتستخدم المساعد بتاعها كحجة علشان تروح تشوف جو، بس هو بيكتشف الموضوع بسرعة، وموهي وجو بيروحوا يتمشوا سوا، وجو بيقول لها إن أخوه هيتجوز الأسبوع الجاي. موهي كمان بتقول له إنها لسه بتشوف شخصيتها في الفيلم، بس هي قررت تتجاهلها لأنها دايما بتقول لها تعليقات سلبية على أي حاجة وخلاص. جو بيقول لها إن ممكن تكون انتي اللي بتقنعي نفسك بكده، وإن كل الكلام دوت جوه أفكارك بس. بقى مش الوحيدة اللي بتكون متضايقة من دو اللي هي شخصيتها في الفيلم. هيرو كمان بيصحى من كابوس لأنه كان بيحلم بدو دي، ومساعدته بتقوله إن موهي بتخطط لمفاجأة لأول لقاء بينهم. يقرر هو كمان يعمل لها حاجة شبه كده. في الوقت ده موهي بتسأل جو عن رأي هيرو فيها، لكنه بيرفض يقول أي حاجة، وبيصر إنه دوره كمترجم إنه يترجم من غير ما يضيف أي مشاعر. بعدين بيقول لها ما تسمعش لدو أي كلام بيضايقها، وبيكون هيقول لها حاجة تانية، لكن المساعد بتاعها بيقاطعهم وبيقول له إن موهي لازم تمشي دلوقتي. دي بقى للفريق اللي بيستعد لأول لقاء بين الممثلين. موهي بيكونوا في حديقة كبيرة قوي، وكل واحد منهم بيكون في حتة سين سماعات علشان يترجموا لهم الكلام ويفهموا بعض. الوقت ده هيرو كان بعيد عن موهي، وبيطلب منها تدور عليه عن طريق البالونات اللي هو ماسكها. يكون قاصد يتعبها، وفعلا بتبدأ يا عيني تدور عليه كل ما يطير بالونة. كنت تعبت قوي من الجري لحد ما جو بتصعب عليه وبيساعدها تلاقيه. وهيرو بيبدأ يتريق على فيلم موهي، بس جو مش بيترجم لها اللي هو قاله، وبيرد عليه هو بطريقته كأنها هي اللي قالت كده. فموهي بتديه قلب مصنوع من ورق شجر كده. هيرو بيقول ان دي أسوأ حاجة بصوت واطي، لكن جو طبعا بيكون سامع كل ده ومتعصب. وهم واقفين في تراب بيخش في عين هيرو وبيوقع العدسة اللاصقة بتاعته، وهو بيرفض يكمل التصوير لأنه ما عندوش واحدة تانية بدل اللي ضاعت دي. فالتصوير بيتوقف فعلا، وكلهم بيحاولوا يدوروا على العدسة بتاعت هيرو. وقت ده جو بيواجه مي مديرة هيرو، وبيقول لها انهم لازم يحلوا المشكلة بسرعة ومن غير دوشة، وانه سمع هيرو وهو بيتكلم وحش عن موهي. برجمش ده علشان الموضوع ما يبوظش. بيقول لها تشوف حل للمشكلة دي. كده بنشوف جو وهو بياخد كل السناكس الكورية اللي مساعد موهي كان جايبها، وبيحطها في شنطة، وبيقول انه راح يقابل واحد صاحبه. وقت ده موهي كانت عاوزة تعتذر لهيرو على القلب اللي من ورق اللي عملته، وسبب يعني ان التراب دخل في عينه. بيقول لها ما تقابلش هيرو من غيره، وبعدين بيروح علشان يقابل صاحبه، وبيبدل شنطة السناكس دي بكيس ورق كده. الوقت ده موهي بتشوف هيرو في الشارع وهو بيتصور، وكان باين عليه انه كويس عادي. ساعتها دو بتظهر وبتقول لموهي ترمي حجر على هيرو، لكنها بتوقف نفسها في اخر لحظة. بيشوف موهي وبيمشي بعيد على طول، وجو بيجي ساعتها وبيقول لموهي الحقيقة، وان هيرو ما كانش عاوز يشتغل معاها من البداية اصلا. جو بيقابل هيرو وبيديله الكيس اللي هو اخده من صاحبه، وده بيغير رأي هيرو وبيوافق هو يعني يرجع التصوير. بيرن على موهي بيلاقيها قافلة موبايلها، وبيدور عليها لحد ما بيلاقيها في العربية. وفي الطريق جو بيعترف انه مترجمش كل حاجة قالها هيرو ساعة التصوير، وكمان بيوافق يترجم كل حاجة موهي هتقولها حتى لو شتمت، رغم ان ده مخالف لقواعده في الترجمة. تصوير بقى موهي بتسمع نصيحة جو، وبتوري هيرو انها مش سهل حد يستغلها، وبتمشي ناحيته كأنها تضربه، بس في اخر لحظة بتحول الحركة لقلب، وساعتها قلب هيرو بيبدأ يدق بسرعة قوي. عرف الحقيقة عن موضوع الكيس اللي جو اداه لهيرو. بقى كان نفسه يروح ماتش هوكي على الجليد كده من زمان، وجو جاب له التذاكر دي علشان كده وافق يرجع تاني. نشوف فلاش باك تاني وهيرو بيتكلم مع كاتب البرنامج، وجو بيكون موجود. ساعتها الكاتبة بتقول لهيرو انه ما يبتسمش كذب لو مش عاوز، ولو بدأ يحب موهي يقول مشاعره. فهيرو بيوعدهم ان ده لو حصل هيقول مشاعره مش هيخبيها، وجو بيكون متغاظ قوي. بنشوف بعد كده هيرو وموهي وهما بيلفوا في كندا وبيعملوا أنشطة مختلفة سوا، وموهي طول الوقت بتكون مبتسمة ومبسوطة، وده بيخلي هيرو مستغرب. بعدها مي بتقول لهيرو إن موهي كأنها في ديت مع واحد هي معجبة بيه، وتقصد يعني إن موهي معجبة بهيرو. ولما موهي بتلاقي نبات بأربع ورقات، بنشوف هيرو وجو الاتنين بيكونوا واقفين بيتفرجوا عليها وهي فرحانة. وفي وقت غروب الشمس هيرو وموهي بيشوفوه سوا، وموهي بتقول إنه أجمل غروب شافته في حياتها. بعد كده موهي بتعرف ان المنتج كيم اضطر يرجع بيته بسبب حالة طارئة عنده، المنتج جديد هيجي مكانه. وبما ان تصوير اليوم اللي بعده اتلغى، موهي ومساعدها بيقرروا يشربوا حاجة سوا مع العشاء بتاعهم. موهي بتزعل لما بتعرف ان جو راح مكتبه. في الوقت ده بنشوف جو وهو راجع اوضته، وبيلاقي مساعد موهي مغمى عليه من الشرب، وموهي لابسة نضارته، وقال ايه لبستها علشان تشوف الدنيا من نظره. تاني يوم بقى جو وموهي بيروحوا يقعدوا في مطعم سوا، وساعتها بتقول
بتقوله إنها عايزة تجمع 7 أوراق من النباتات اللي ب4 ورقات لأنها هتجيب لهم حظ حلو وممكن يشوفوا الشفق القطبي بسببها، فبيكون جو مش مقتنع قوي. بعد كده جو بيطلع يخلص مشواره وموهي بتكون مستنياه، وساعتها بتلاقي نبات ب4 ورقات تاني بتجري وراه علشان تدور عليه، لكن جو هو مستنيها بيقابل جي بتقوله إن هي اللي جت مكان المنتج كيم، وموهي بتتصدم قوي لما بتشوفهم وبتكون لسه هتمشي بس جو بينده لها وبيركبوا كلهم في العربية وبتظهر شخصية دو بتقول لموهي تضرب جي، بس هي بتتحكم في أعصابها وبتسأل جي هي ليه جت بدل المنتج التاني، فقالت لها إن ما كانش في غيرها متاحة. وبعد كده جي وجو بيروحوا للفندق وموهي بتفضل مستنية المساعد بتاعها بره لحد ما يجيلها. بقى جو بيسأل جي عن الجواز وهي بتتهرب، وبيجي فلاش باك بيورينا إن حبيبها بيقول لها إنه عاوز يخلص موضوع الجواز وخلاص، وده بيخلي جي تزعل قوي. يجي بعد كده الهيرو وهو بيجري وبيشوف موهي قاعدة لوحدها، ساعتها بتطلع كل اللي جواها وبتحكيهوله رغم انه مش فاهم اصلا اللي هي بتقوله ده، وبتقول انها مش عاوزة الشفق القطبي يظهر دلوقتي طالما جي لسه موجودة. بعد كده بنشوف فريق الشغل كله وهم بيتعشوا سوا، ساعتها جي بتعلن انها اجلت الفرح اسبوع علشان الشغل. بعد كده موهي بتروح لجو وبتسأله ازاي يقدر يتخلص من حبه لشخص كان بيحبه بقاله كتير، فبيقول لها ان دي حاجة مش سهلة وان دوت شبه فيلم رعب مش بيخلص، فبتواسيه وبتقوله بس لو لقى الاهتمام وحد بيحبه بجد ممكن ينسى الشخص ده، وبتفضل ساكتة شوية. فبيقول لها انت قصدك يعني ان الشخص ده يكون انتي؟ كسف قوي وبتزعقله وبتمشي، ولما بترجع البيت بتفضل تعيط لانه رفضها تاني. بقى الفريق بيطلع بره المدينة علشان يصوروا تحت الشفق القطبي وهما بيجهزوا المخيم. جي بتقول لموهي ان جو عمل حادثة بسيطة بالعربية وهو بيخلصها دلوقتي، وبتقول لها ان مي هتكون المترجمة بدل جو، وبيخلصوا تصوير من غير ما الشفق القطبي يظهر، وهيرو بيكون ملاحظ ان موهي متغيرة. مي بتقول له ان شكل موهي معجبة بجو. الوقت ده مساعد موهي بيدخل خيمة جي علشان يديها اكل، وساعتها بيرد على موبايلها بالغلط وبيطلع حبيبها وبيطلعوا انهم لغوا الجوازة اصلا، فجي بتهدده ما يقولش لاي حد. بعد كده لما جو بيرجع بيقابل موهي وبتعتذر له لانها فاكرة انها نحس ده حصل بسببها، بيطمنها وبيقول لها ان ده مش بسببها، وبعدين بيشاور على السما اللي مليانة شفق قطبي وبيقول لها انه لقى 7 نبات من اللي عندهم 4 ورقات. ساعتها موهي بتفرح قوي وبتقول له يقعدوا يتفرجوا على الشفق سوا. بنرجع للحاضر بقى وموهي مع جو وبيشوفوا الشفق. ساعتها موهي بتتمنى ان الوهم اللي هي عايشة فيه وانها ممكن ترتبط بجو يكون حقيقي، وبتقوله انهم المفروض يمشوا لانها مش عاوزة تشوف النور وهو بيختفي. بنرجع للمخيم بقى وساعتها مساعد موهي بيقول لجي انها ما ترجعش لحبيبها ده لو كان خانها، يعني ساعتها حبيبها سوك بيرن عليها فبترد عليه وبتقوله انها خانته وان علاقتهم انتهت خلاص. ساعتها مساعد موهي يونج بيسألها اذا كانت خانته فعلا، فبتقوله انها مخانتوش بس ناوية تعمل كده. في نفس الوقت جو بيوصل موهي لأوضتها وبيتضايق لما بتفضل تتكلم بحماس عن هيرو وعن غمازاته. تاني يوم بقى الفريق المفروض يصور في مكان معين، لكن البوابات بتاعة المكان بتكون مقفولة بسبب لخبطة حصلت في التواريخ. تانيين موهي بتشوف هيرو وهو بيصور وبيقعدوا شوية سوا وبيتكلموا عن طريق برنامج ترجمة، وساعتها هيرو بيقرب منها وبيكون عاوز يسألها لو هي بتحبه كأنه بيلحق نفسه وبيسكت. ولما البوابات بتفتح موهي وجو بيتمشوا شوية، وجو بيقول لها انه اتربى في امريكا وانه جه المكان ده قبل كده وبيحاول يوديها شلال قريب، بس بيلاقوا نفسهم عند بحيرة. بعد شوية موهي بتتخيل ان البحيرة شلال، ومن غير تفكير موهي بتقرب من جو، لكن بعدها بتبعد على طول وهي مصدومة وبتقول ان شخصية دو هي اللي خلتها تعمل كده. ليل بتكون موهي بتلعب فبيروح جو يلعب معاها وبيتقسموا الفريقين، وفريق جو بيكسب فريقها، وهيرو بيشتري مشروبات لكل الناس رغم ان فريقه خسر لانه كان مع موهي في الفريق ده. هو وموهي بيودعوا بعض لان مقابلتهم الجاية هتكون في ايطاليا. بقى تشو اللي هي كاتبة البرنامج بتسأل جو لو كان حابب يشارك في برنامج للارتباط وكده، بس بيقول لها ان ده مش نوعه فمش بتستغرب يعني، وبتقوله ان جي قالت لها انه معجب بحد من زمان. بيتصدم قوي وبيبص لجي لانه ما كانش يعرف انها عارفة، وما بيكونش عارف هي عارفة انه بيحبها ولا لا. ساعتها موهي بتاخد بالها وبتقول لهم انها هتمشي علشان عندها طيارة بدري لكوريا. في اوضتها بالليل بقى بتشوف خيال لدو وهي بتسأل جو ليه بيتصرف ولا كأن حاجة حصلت، مع ان موهي قربت منه يعني، وبتسأله لو كان موهي ليها أهمية عنده أصلا.
أيضا. تاني يوم بقى جو بيعرض على موهي يوصلها للمطار، وفعلا بتوافق، وفي الطريق بيعترف لها إنه معرفش ينام امبارح بسبب إنها قربت منه. بيقولوا لبعض إنهم كانوا مفكرين إن كل واحد فيهم مش مهتم بالتاني، يعني بيقول لها إنه بيحاول يفهم مشاعره وإنه قرر يتكلم مع جي، وهي بتقوله إنها مش عاوزة تمثل عليه تاني وإن كل حاجة تمام. تطلب منه يكلمها بعد ما يتكلم مع جي، فبيوعدها إنه هيعمل كده. طار بقى يونج بيقلق من اللي موهي داخلة عليه مع جو، بيقول لها إن جي مش هتتجوز، وبيفكر لو جو بيحب موهي كفاية لدرجة إن خبر زي ده ما يغيرش رأيه. ساعتها موهي بتتوتر وبتقرر تكلم جو قبل ما يقابل جي. ده جو بيقابل جي وبيطلب يتكلم معاه عن انفراد، بتقوله عن موضوع الجواز، وساعتها بيتفاجئ قوي. في نفس الوقت موهي بتدور عليه وبتجري على المكتبة، فبتشوفه وهو قاعد مع جي. تسأل نفسها لو فات الأوان. فساعتها شخصية دو بتظهر وبتقول لها إنها المفروض تمثل إنها ما تعرفش حاجة زي ما كانت بتعمل وهي صغيرة. هي بتجري لكن جو بيشوفها وبيجري وراها، وفعلا بيلحقها وبيوقفها. موهي فاكرة إن جو دلوقتي هيجري ورا جي بعد ما عرف إنها مش هتتجوز، وبتقول إن كرامتها اتجرحت لما ما حبهاش، وعلشان كده حاولت تخليه يحبها، لكن دلوقتي استسلمت خلاص لأنها لو كملت أكتر من كده ده هيخليها تحس إنها غبية. ساعتها جو بيزعل وبيوافق إنهم ينهوا الموضوع هنا، وبيقول إن هو نفسه اتأثر بمشاعرها دي، لكنه بيوضح إنه كان عاوز يكون معاها لحد اللحظة دي. هي بتفهم إنها غلطت وهو ماشي يعني، وبتروح ليونج وبتفضل تعيط له. فلاش باك بقى للكلام اللي دار بين جو وجي، وساعتها كان جو بيقول لها إن في شخص دخل حياته وغيرها ووراه الجانب المشرق من الدنيا، وهنا كان قصده على موهي طبعا. بنشوف بعد كده جو هو بيرجع أخوه اللي شارب البيت. في نفس الوقت ده في بيت موهي، يونج بيقول لها إن مدير هيرو كان بيسأل عن مواعيدها، وبيسألها إذا كان حصل حاجة بينها وبين هيرو في الطيارة، بتقوله إنها شربت ونامت بس. وساعتها كمان بتتصدم لما يونج بيقول لها إنه هيروح يعيش مع جو لما يلاقي مكان تاني يعيش فيه. نيجي بعد كده ليوم حفلة مهم، واللي بيكون أخو جو هو اللي عامله، عازم جو وكيم، لكنه بيقرر يهرب ويروح أسبانيا في اليوم ده عشان يفكر في تصرفاته. بنشوف بعد كده السفير الإيطالي وهو بيسلم على جو وبيطلب منه يكون المترجم لأن المترجم اعتذر، فساعتها جو بيرضى على طول وبيساعده فعلا في الترجمة. ولما بيرجع ما بيقعدش في مكانه اللي جنب موهي. بعد الحفلة بقى موهي بتركب الأسانسير وكيم بيكون معاها وبيعزمها على العشاء في بيت جو. ساعتها موهي بتحاول تكلمه لكنه بيتصرف معاها ببرود. في العشاء بتحاول تلمح له إنها عاوزة يحاولوا تاني مع بعض. في نفس الوقت ده هيرو ومي كانوا بيتمشوا، وبيكون هيرو رافض خالص يتواصل مع موهي وعاوزها هي اللي تتواصل مع الأول. وكمان مساعد موهي في الشركة بيعرف إن سوك سافر لأسبانيا ومش هيرجع تاني، وبيشوف جي وهي جاية بتاكسي وواضح كده إنها كانت في مالها، بتكون رجلها اتلوت، فهو بيساعدها وبيلف رجلها بشاش. بيتكلموا إن عم يونج هو رئيس الشركة، وبعدين بيجيب سيرة العلاقة اللي جي قالت إنها عايزاها ومقلقة منها. يقول إنه قلقان عليها، فبتتحداه وبتقوله إنها عارفة إنه منجذب ليها وبتقرب منه وبتمشي، كأنه بيشدها وبيقرب منها تاني. يجي بقى الكيم اللي بيقول لموهي إن جو كتب كتاب وهو في الجامعة، وكمان بيكشف لها إن جو متابعها على انستجرام. لما كيم بياخد فرصة يكون لوحده مع جو بيسأله ليه بيتصرف ببرود مع موهي. جو بيقوله إنها قالت له قبل كده إن كل شخص ليه لغته الخاصة، هو بيقوله إنه مش فاهم اللغة اللي هي بتتكلمها، فهو افتكر إنها رفضته ودلوقتي بتتصرف بتصرفات بتقول حاجة تانية خالص. فكين بيشجعه إنه يتعلم لغتها زي أي لغة تانية واتعلمها عادي. في الوقت ده موهي بتلاقي اسطوانة في البيت بتاع جو، وبتفهم ان جو كان بيسمعها وبتقرر تمشي وتاخدها معاها، وبيكون جو كان هيديها لها اصلا، وبيفرح قوي لما بيعرف انهم هيتقابلوا تاني بسبب يونج. يدخل البيت وبيكتشف ان موهي اخدت الغلاف بس نسيت الاسطوانة نفسها، فبيكلمها ويقول لها انه جاي يوصل لها الاسطوانة لبيتها. موهي بتفرح قوي وبتستنى تحت البيت، لكن بتتصدم لما عربية بتقف وبينزل منها عمها ومراته، وبتضطر تركب معاهم وتتكلم. ساعتها جو كان واقف على باب البيت مستنيها ومش قادر يوصل لها. يوم الصبح بقى جو بيكلم يونج وبيعرف ان موهي كويسة وفي التصوير. يونج بيقوله انها مش بترد على مكالمات بسبب مقال نزل، وواضح ان شوية صحفيين راحوا بيت عمها واكتشفوا ان ابو موهي كان رئيس مجلة ادارة مؤسسة مدارس خاصة. قالت بتقول يعني انها اتولدت ومعلقة دهب في بقها. بعد حبة يونج بيقول لموهي ان جو كان كلمها يعني، وبتزعل قوي لانها ما قابلتوش
امبارح. وبعدها بنشوف فلاش باك لموهي وهي صغيرة وكانت مصابة، وساعتها عمها ومراته بيسألوها إذا كانت فعلا مش فاكرة حاجة، وساعتها بتهز راسها بقى للحاضر في التصوير. وموهي بيجيلها شوية ذكريات في أبو موهي وهو بيعيد عليها في عيد ميلادها. فجأة دو بتظهر وبتقول لموهي إن أسوأ مخاوفها إنها ما تتحبش دلوقتي بقت حقيقية. فموهي بتقفل عينيها بخوف، ولما بتفتحهم في موقع التصوير ما بتبقاش موهي، بتبقى دو. في نفس الوقت هيرو أخيرا بيوافق يتواصل مع موهي. نشوف فلاش باك بيورينا إن شخصية دو صحيت في الطيارة، شدت هيرو وقربت منه. بنرجع للحاضر بقى وبنشوف جو هو راجع بيته وبيلاقي موهي هناك، بس شخصية دو اللي بتكون مسيطرة عليها. ساعتها جو بيحس إن في حاجة مش مظبوطة، ودو بتقوله ما يقبلش اعتذار موهي وهو يخليش موهي تحاول تقرب منه في إيطاليا. فجو بيقول لها انه مستحيل يكون مع واحده زي موهي وانها مش بتراعي مشاعر اللي حواليها، وبيقول ان الموضوع ده خلص بينهم خلاص. وبيكون متلخبط لما دو بتقول له ما يجيبش سيره الموضوع ده لموهي، وبتسيبه وبتمشي. ولما تاني يوم بيصحى بيتصدم قوي لانه بيكتشف انها حطت له امبارح منوم في الميه. بنيجي بعد كده اليونج اللي بيقابل كاتبه البرنامج ومعها شويه ناس علشان يرتبوا تفاصيل الجزء بتاع ايطاليا. بنيجي بقى الجي اللي بتبعت رساله ليونج بتقول له انها عاوزه تتكلم معاه شويه، فبيقول لها تطلع، وهي اصلا بتكون مستنياه تحت بيته ومش تحت الشغل. لما بتطلع فوق بتلاقي ست اللي فتحت لها وبتكون مكسوفة قوي وبتفهم الوضع غلط. في نفس الوقت جو بيكون رايح يقابل موهي، وساعتها بتكون لقت في جيب الفستان بتاعها قصيدة من امبارح، والقصيدة دي طلعت من كتاب عند جو في البيت. وجو على طول بيعرف القصيدة دي، بس موهي ما بتكونش عارفاها. وموهي بتعتذر لجو عن كل حاجة، ولما بتكون في الأوضة بتفتكر لما قبل كده تعبت في التصوير وغمضت عينيها، ولما فتحتها لقت نفسها على السرير وإن التصوير خلص، وده معناه إن شخصية دو بدأت تسيطر عليها وتظهر. بعد كده موهي بتروح تقابل هيرو والمساعدين بتوعهم بيكونوا قاعدين على جنب، وساعتها بتديله هدية لبنت أخته. وهيرو ساعتها بيسألها عن اللي عملته في الطيارة وبيقول لها إنها قربت منه، بس موهي بتنكر إنها عملت حاجة زي كده أصلا. وبعد ما موهي بتمشي بتبدأ تفكر إذا كانت دو هي اللي عملت كل ده، وبتقف قدام المراية وبتغمض عينيها. ساعتها شخصية دو بتظهر في نفس اللحظة اللي جو بيتصل فيها وبتكلمه ببرود وبتقفل، وبعدها بتروح لهيرو وبتقول له حاجة في ودنه. وبعدها بتمشي وبتاخد جواز السفر من يونج وبتقول له إنها مسافرة إيطاليا. بعد كده يونج وجي أخيرا بيتقابلوا، ويونج بيواجهها باللي حصل بينهم، وقال لها إن دي مش مجرد علاقة اليوم وبس، وإنه كان فاكر إنهم هيكونوا مرتبطين بعد كده. جي بتسأله عن البنت اللي كانت في بيته، فبيقول لها إنه نقل من البيت ده من زمان وما عادش عايش هناك أصلا. بنيجي بقى لدول اللي بتكون سافرت إيطاليا فعلا وعمالة تاكل آيس كريم، وساعتها بتلاقي جو داخل عليها وأخيرا بيكون اقتنع إن دي دو مش موهي، وبيقعد يتكلم معاها علشان يفهم شخصية دو دي بتظهر ليه، لكنها مش بتقول له أي حاجة. وجو بيلاقيها شارية حاجات كتير جدا ملهاش لازمة، فبيقوم علشان يرجعها وبيقفل لها الكارت بتاعها. وبعدها بيقعدوا، فبيسألها إذا كانت شخصية دو هتختفي لما موهي تكون مبسوطة، فبتقول له ممكن. بعد كده بتطلب منه قهوة، فبيقوم علشان يجيبها لها، وساعتها شخصية موهي بترجع وبتلاقي هيرو جاي ناحيتها، فبيطلع إن دو لما همست له في ودنه كانت قالت له يقابلها في مكان وميعاد معين في إيطاليا. وفي نفس الوقت جو بيجي وبيشوفهم وهما واقفين سوا، وبعدها بيروحوا يقعدوا سوا. وموهي بتفهم ان هيرو ما كانش بيكذب عليها لما قالها انها قربت منه وان دو هي اللي عملت كل ده، وبتسأله اذا كان معجب بيها ولا لا، فبينفي بسرعة. فبتقوله كويس وان هي كمان مش معجبة بيه. بعد فترة بقى بنشوف ان تصوير البرنامج رجع، وموهي بتفرح قوي لما بتسمع صوت جو في السماعة التاني، وبتكون لسه على نفس الحال وشخصية دو مش بتسيبها في حالها. وبنعرف ان لما شخصية دو كانت بتظهر كان جو دايما بيكون معاها وبياخد باله منها. وفي مرة ودو قاعدة مع جو بتطلب منه كلمات الأوبرا اللي في الفيلم بتاعها علشان يعني تحفظها لموهي وتبان قدامهم مثقفة. جو بيسألها إذا كانت كويسة دلوقتي لأنه ملاحظ إنها فرحانة، بس شخصية دو لسه بتظهر، فبتقوله إن موهي بس بتمثل إنها كويسة لكنها مش قادرة تتخطى حاجة مؤلمة حصلت لها زمان. ولما بيطلعوا بره جو بيحاول يكون لطيف معاها وبيطبطب على راسها، بس المفترية بتعضه. بنشوف بعد كده موهي وهيرو هما في الأوبرا، وموهي بتغني كلمات الأوبرا اللي بالإيطالي وبتتصدم قوي انها حافظاها. في نفس الليله بالليل جو بيقعد مع شخصيه دو وبيكتشف انها سرقت الكاميرا بتاعه هيرو وعاوزه تخبيها كمان علشان موهي تلاقيها وهيرو يعجب بشخصيتها قوي. ومش بس كده، دي بتقول كمان جو ان هو اللي يخبيها بنفسه وبتهدده يعمل كده. في نفس الوقت ده فريق البرنامج بيكونوا بيتعشوا مع بعض، والكاتبه بتاخد بالها ان جي مش لابسه الدبله، فجي بتلبسها تاني ولا كأن حاجه حصلت، وده بيضايق يونج قوي. بعد كده كلهم بيشوفوا جو بره
ومبيكونوش عارفين ان ده هو، بس مي بتتعرف عليه بسبب الجاكيت بتاعه، بيكون مخبي موهي جوه الجاكيت بتاعه. وتاني يوم بقى بيكتشفوا ان كاميرا هيرو ضايعه وبيدوروا عليها، وبيكون جو خباها في مكان موهي بس اللي تقدر تلاقيه. فعلا موهي بتلاقي الكاميرا، وساعتها جو بيكون خايف قوي لانه بيفتكر ان دو صورته امبارح وبيخاف يتفضح، فبيرجع بسرعه وبياخد موهي على جنب وبيتاكد ان الكاميرا ما فيهاش اي حاجه، وبيقعدوا يتكلموا شويه لحد ما موهي بتطلع لهم علشان تديهم الكاميرا، وهيرو بيفرح قوي. بعد كده مي بتروح تقعد مع جو بتقوله على الموقف بتاع امبارح، وانها عارفه ان البنت اللي معاه كانت موهي، بس هو بينكر وبيقول انها مش موهي ولا حاجه. وبعد كده الفريق بيروح لمصوره يابانيه، وبيكون هيرو اللي طالب لانها اللي صورته اول مره في بداياته. في الوقت ده الفريق بيكتشف ان مكان التصوير الجاي اللي هو مزرعه واين بيحصل فيه حريقه، بيطلبوا من جي ان هي تكلم سوك لانه عارف حد عنده مزرعه، وفعلا بتعمل كده وبيلاقوا مكان جديد يروحوا فيه. وبنشوف بعد كده صاحبه المزرعه واللي شكلها كده جو. في الوقت ده جو بيروح المطعم اللي كان بيروحوا مع شخصيه دو على طول، والراجل هناك بيقوله ان كانت كل مره بتيجي هنا كانت بترسم نبات ب4 ورقات على منديل. في المعرض بقى موهي بتشوف صوره للشفق القطبي وبتفتكر جو وبتعيط، وبعدين بتتحول لشخصيه دو فجاه، وهيرو بيلاحظ انها اتغيرت، وبتروح تقابل جو وبتقوله انها كانت بتقابل كل ده علشان موهي لسه بتحبه بس مش قادره تقوله، وان موهي كانت خايفه انه يعرف سرها ان مامتها خلصت على باباها زمان وكانت عاوزه تخلص عليها، وده السبب اللي خلاها عندها شخصيتين. فجو بيتأثر بكلامها قوي وبيحضنها، بس دو بتقوله يبطل يوهمها بالحب والكلام ده لان نهايتهم كده كده مش هتكون سعيده. وبنعرف ان دو قبل ما تقابل جو كان هيرو ماشي وراها وهي شافته وهو ماشي وراها، وانحنت ليه بالطريقة اللي دو بتنحني بيها في الفيلم، فساعتها فهم وخاف منها. تاني يوم بقى موهي بتقابل بنت ايطالية اسمها ماريا وبتسألها عن حبيبها اللي هو المفروض جو، لانها قابلتها قبل كده بس لما كانت دو هي اللي ظاهرة، وموهي ما بتكونش فاهمة اي حاجة، بعد كده بتستوعب بعد كده موهي بتسمع بالصدفة الكاتبة وهي بتحكي انها شافت جو وهو قاعد مع صاحبته. بسبب تغيير مكان التصوير بقى بيكونوا هيحضروا فرح ايطالي في المكان اللي هم رايحينه، فمي بتقول لهيرو وبتديله تذكرتين للاوبرا، واحده ليه وواحده لموهي. ساعتها مي بتحكي له انها شافت جو مع صاحبته. بنيجي بعد كده الهيرو اللي بيلاقي موهي متضايقه ومتوتره وبتفكر في موضوع صاحبه جو ده، هيرو بيقول لها ما تسالوش عن الموضوع لانها لو عملت كده هتندم بعدين. مكان تاني بقى جي بتحكي لجو ان المكان الجديد ده هو مزرعه الواين بتاعت مامته، يطلب منها تخلي علاقتهم سر عن باقي فريق الشغل. بعد شوية موهي بتسأل جو ازاي يقولوا كلمة حبيبي بالإيطالي، وبتقول له انها عرفت موضوع صاحبته الإيطالية، فجو بيعترف انه فعلا كان مع بنته، بيقول لها ان ممكن يحكي لها هي مين لكنها بتوقفه. بعد كده الفريق بيروح المزرعة وبيتعرفوا على مامة جو اللي هي جونج وعلى راجل اسمه داريو، فساعتها جو مش بيشارك في التعارف ده وبيفضل قاعد في العربية. تصوير بقى هيرو موهي بيشاركوا في كذا نشاط جوه المزرعة، وموهي بتشوف صورة في البيت فيها كيمو تربط الأحداث ببعض، وبتعرف إن جونج هي نفسها مامة جو، بتحط لها السماعات وبتخليها تبص للكاميرا وتتكلم مع جو، فساعتها بيتحط تحت الأمر الواقع وبيوافق يجي يتعشى معاهم. بعد كده جو وموهي بيتكلموا سوا وبيقول لها إن حصل بينه وبين مامته خناقة زمان وبسببها ما تكلموش لمدة 13 سنة، وبيقول لموهي تيجي معاه العشاء زي ما ورطته، فساعتها بتقوله إن في فرح وده فرح داريو، ولما بيخش جوه بيلاحظ إن داريو بيحاول يمسك إيد مامته وبيفهم الموقف غلط خالص وبيتخانق مع داريو لحد ما مامته بتقوله إنها تتجوز داريو، فساعتها بيتخانق مع مامته لأنها تتجوز شخص أصغر منها، وموهي علشان تخلص الموضوع بتعمل نفسها كأنها أغمى عليها. ساعتها بيقعد معاها وبيحط لها تلج على راسها وبيكونوا قريبين من بعض، وبيقول لها إنه عارف إنها كانت بتمثل، وبتكون لسه هتسأله عن موضوع صاحبته، فداريو بيخش وبيقول له إنه مامته عاوزة تتكلم معاه، وجو بيتكلم مع مامته. بنعرف إن أول كتاب كتبه كان عن جواز أهله، وساعتها كان انتقد مامته في الكتاب ده، وبسبب كده حصلت مشكلة كبيرة قوي بينهم وحرقت له الكتاب، وده اللي خلاهم يتخاصموا كل السنين دي. الاتنين بيعتذروا لبعض وبيتصالحوا. بالليل بقى في الفرح جي بتقول لزمايلها إنها خلاص لغت الجواز وبتروح تقعد مع يونج،
وبتقوله إن المكالمة مع سوق بسبب المزرعة أكدت لها إنه معادش بيوحشها خلاص. في الفرح بقى موهي كانت بترقص وفرحانة، وجو كان عمال يبتسم وهو بيتفرج عليها بس بيفتكر كلام دولي وبيمشي. وساعتها موهي بتاخد بالها وبتكون هتروح وراه، بس هيرو بيوقفها. فساعتها بتديله رسالة الوداع كانت كاتباها له بالياباني، وبتقوله إنها هتفضل تشجعه كصديق. بعد كده أم جو بتشوفه وهو بيختار مشروب علشان يشربه لوحده، وبتكون مفكراه يشربه مع موهي، بس هو بيقول لها ان موهي مستحيل تلاقي نهاية سعيدة طول ما هي معاه. فمامته بتفضل تقول له كلام يواسيه. بعد كده جو بيروح يقابل موهي لانها كانت عاوزة تقابله، وفعلا بتودعه لانهم خلاص هيخلصوا تصوير، وبتعتذر له عن اي حاجة هي عملتها وضايقته، فبيسامحها فعلا وبيطبطب على راسها وبيتمنى لها السعادة، وبيقول لها ان الناس ما بيحبوهاش، ده مجرد وهم بس وده مش حقيقة. بنرجع بقى لأول مشهد خالص واللي بيكون آخر يوم تصوير، وهيرو بيعترف لموهي ان هو معجب بيها، وهي بتفضل مصدومة شوية بعد ما جو بيترجم لها. وبعد كده بتسأل جو ترد تقول له ايه، فبيقول لها اي حاجة هي تقولها هو هيترجمها عادي. فبترد عليه بالانجليزي وبتقول له انها كمان بتحبه لانها كانت مفكرة ان ده جزء من البرنامج. وساعتها البرنامج تصويره بيخلص وكلهم بيكونوا فرحانين ما عدا جو اللي بيكون مصدوم من اللي سمعه ده. بعد كده موهي وهيرو بيروحوا الأوبرا اللي مي كانت مدية لهيرو التذاكر بتاعتها، وبعد ما العرض بيخلص موهي بتطلع بره وبتقابل مي، وساعتها بتقول لها ان الجزمة اللي هي لابساها نفس الجزمة اللي البنت كانت مع جو لابساها بالظبط. بنيجي بقى للمنتج بارك اللي بيكون عارف ان في حاجة بين موهي وجو، فبيبعت لها فيديو كان اتصور بالغلط جو في العربية وبيعيط بعد ما هيرو اعترف لموهي بمشاعره. فموهي بتتأثر قوي وبتقفل عينها، ولما بتفتحها بتلاقي نفسها في بيت طفولتها وبعدها على إيطاليا، وكل دوت من ذكريات دو. وساعتها بتفهم ان شخصية دو لما كانت بتظهر جو كان بيكون معاها طول الوقت. ساعتها بتنهار من العياط وبتروح المطعم اللي جو ودو كانوا بيروحوه، وبترسم على المنديل 7 نبات ليه 4 ورقات، وبتكتب أمنية ان الشفق القطبي ينور العالم كله. فبعدها بحبة لما جو بيروح المطعم بيلاقي المنديل، وساعتها موهي بتبعت له صورة لمكانها كمان، فبيروح لها جري وبيعترفوا لبعض هما الاتنين بحبهم. بعد كده بيروحوا البيت جو بسرعة لأن التلج كان بينزل عليهم، وهناك بينشف لها شعرها وبتقضي الليلة في بيته اليوم ده. في نفس الوقت كان هيرو في بيته زعلان وعمال يشرب وبيفتكر لما شجع موهي تعترف للشخص اللي هي بتحبه لأنه لقاها بتعيط برا دار الأوبرا، وقال لها إنه عارف إنها مش معجبة بيه. تاني يوم بقى بينتشر خبر إن موهي كانت على علاقة بواحد متجوز ومراته كانت حامل كمان، وهنا يقصدوا حبيبها القديم يوجين. بنيجي بقى لمي اللي بتلاقي هيرو مش مستجيب في أوضة الفندق خالص، بتكلم جو علشان يساعدها في الترجمة مع الإيطاليين يعني، وجو بيشرح لهم الوضع. ساعتها هيرو بيفوق في أوضته وهو متعلق له محلول، وكل اللي حصل ده بيكون بسبب إنه خلط دواء الحساسية مع الكحول بالغلط. في نفس الوقت الفضيحة بتاعت موهي بتكبر أكتر، وهي بتعرف إنها لو قالت الحقيقة ممكن يعمل مشاكل أكتر، فبدل كده بتنزل صورة ليها مع يوجين ومراته بتقول إنهم كلهم صحاب علشان تهدي الإشاعات. بعد كده يوجين ومراته بيروحوا يقابلوا موهي وبيشكروها على البوست ده لأنه خلى يوجين مشهور قوي، وبيطلب منها خدمة وبيحاول يكسب تعاطفها علشان يستغلها، بس هي بتهزقه. مكان تاني بقى كيم بيقول لجو إنه سمع عن واحد اسمه تشا اللي هو رئيس مؤسسة ميونج، وجو بيفهم من كلامه إن دول هم أهل موهي. وبعدها بيحصل خناقة كبيرة قوي بين كيم وجو لأن كيم بيكون مصدق الإشاعات اللي على موهي، وجو بيزعقله وبيمشي، وهو بيكون متضايق كمان انه مش هيعرف يتقابل هو وموهي لحد ما الاشاعات تهدى. في الشركة بقى عمي يونج بيقول له انه هينقله لقسم الرياضة زي ما هو كان بيحلم، وانه لازم يسافر بره خلال شهر ولا حاجة، فبيكون متوتر ومش عارف ياخد قرار لانه على علاقة بجي دلوقتي. بنيجي بقى الجو اللي بيروح البيت بيلاقي موهي مستنياه وبتمثل انها شخصية دو، بس بيكشفها على طول، فبتقول له انها كانت عاوزة تقول له حاجة ما كانتش هتقدر تقولها له بشخصيتها العادية، والحاجة دي انه ينفصل عنها عادي لو عايز لانه مرتبط بمشهورة وكده الناس هتدور عن تفاصيل حياته ودي حاجة هتضايقه. بس جو بيطمنها وبيقول لها انه مش فارق معاه وانها تركز في اللي هما فيه دلوقتي بما انهم كده كده هيسيبوا بعض في المستقبل. تاني يوم بقى بيكون مسافر لبوسان علشان عنده شغل هناك، وفي القطر بيشوف جي لانها بتكون هي كمان رايحة، وموهي بتروح للاستوديو، وساعتها الكاتبة بتستأذنها انها تضيف مشهد الاعتراف للبرنامج، فموهي بتتصدم قوي لانها كانت كل ده مفكرة انه ضمن البرنامج اصلا.
ساعتها هيرو بيوصل وموهي بتسأله عن موضوع القلعة ده، فبيقول لها انه فعلا كان معجب بيها. في الوقت ده جي بتسأل جو عن اول مرة هما اتقابلوا فيها، وبتسأله اذا كان بيحبها ساعتها ولا لأ. بعد كده بنشوف موهي وهيرو وهما بيتفرجوا على اول نسخة من البرنامج اللي صوروه، والكاتبة بتقول لهم انهم ممكن يشيلوا الاعتراف الاخير لو حابين، لكن هيرو بيقول انه تمام ومفيش اي مشكلة. في القطر بقى جو بيعترف لجي انه كان معجب بيها زمان وبيصفوا كل حاجة بينهم خلاص. بنيجي بقى لموهي اللي بتعتذر في نفس الوقت الهيرو انها علقته بيها، وبتشرح ان شخصية دو اللي كانت السبب في كل ده. في نفس الوقت كيم بيقابل عم موهي ومراته عن طريق واحد صاحبه اسمه او. كيم بيقول لهم انه قلقان على جو لانه بالنسبة له زي ابنه، فعمة موهي بتطلب من كيم انه يبعد جو عنها. بنيجي بقى لجو اللي بيرجع من بوسان في نفس الليلة وبيقابل موهي في محطة القطر، اخدوا بيقعدوا سوا لوحدهم. في بوسان بقى جي بتتمنظر قدام صحابها بيونج، وفجأة يونج بنفسه بيظهر وبيتقدم لها وبيقول لها انه رايح انجلترا عشان عنده شغل مع عميل رياضي بس مش عاوز يسيبها. هي بتقول له انهم اصلا مش محتاجين يسيبوا بعض ولا حاجة لانها كانت مخططة اصلا تدرس بره وكده هتقدر تسافر معاه. بنشوف بعد كده موهي وهي بتقول لدكتورها النفسي انها ما شافتش شخصية دو بقالها فترة كبيرة قوي، فالدكتور بيقول لها ان دو ممكن تكون رمز لشخص من ماضيها. في نفس الوقت عم موهي بيروح لجو البيت وبيقول له انه عنده موضوع مهم لازم يتكلم فيه معاه، وبيقول له ان ام موهي ما كانتش متجوزة ابوها اصلا وانها استخدمت موهي علشان تخليه قريب منها، وده في الاخر ادى لمأساة كبيرة جدا. في الوقت دوت عمة موهي كانت عندها برضه وبتقول لها ان عمها عند جو بيحكي له كل حاجة، فموهي بتسأل عمتها ليه كانت بتلومها دايما ان كل دوت مش ذنبها اصلا. عمتها بتقول لها انها شبه مامتها جدا، فموهي بتبص في المراية ساعتها وبتلاقي انها فعلا شبه مامتها بالظبط، وبتكتشف ان شخصية دو دي كانت رمز لمامتها. بتصحى من الصدمة يا عيني بيغمى عليها. موهي بتفوق في المستشفى بتلاقي يونج بيقول لها انها كانت غايبة عن الوعي لمدة 3 ايام. جو بيدخل جري عليها وبيبتسموا لبعض. كان تاني بقى هيرو كان متوتر قوي وقلقان بسبب ان موهي مغمى عليها بقالها 3 ايام، وبيرتاح قوي لما بيعرف انها فاقت. في المستشفى بقى جو بيوري موهي صورة مامتها وبعدين بيفاجئها بمعلومة ان اهلها عايشين وان المسعفين انقذوهم زمان، وابوها يبقى عمها اللي عايش بره لكن مكان مامتها مش معروف، وعمها التاني كان كدب عليها لانها قالت انها مش فاكرة اي حاجة من ده. لفترة بنشوف هيرو وحاله كويس جدا في اليابان وكمان بيمتحن لدور فيلم في هوليوود. بيقول للمخرج انه اكتشف انه لازم يحارب علشان الحاجة اللي هو عاوزها والا هيفضل ندمان بعد كده. في نفس الوقت ده بنعرف ان موهي عاوزة تلاقي مامتها والشخص الوحيد اللي ممكن يساعدها في ده هو ابوها، فبتقرر تسافر له وجو بيوصلها المطار وبيودعوا بعض. فموهي ساعتها بتنفصل عنه وبتقول له لما ترجع ممكن يرجعوا لبعض تاني. وهي مسافرة بقى يونج وجي بيسافروا انجلترا ومامة جو بترجع عنده البيت وبتبيع كل الكتب اللي موجودة. وبعد فترة بنشوف ان السنة خلاص بتخلص وفريق البرنامج بيحتفلوا ليلة راس السنة بتسليم اول نسخة من البرنامج، وساعتها جي بتوريهم دبلتها الجديدة اللي من يونج. نفس الوقت ده موهي بتبعت رسالة لجو علشان يتقابلوا وبيروحوا يتقابلوا فعلا، وموهي بتقول لجو انه وحشها قوي وهو كذلك وبيرجعوا لبعض. كده المسلسل يكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وعاوزين اي مسلسل تاني اكتبوا لي في الكومنتس.